لو يا حلوين، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ يا ريت كلكم تكونون بخير وانتوا قاعد تشاهدون الفيديو. يلا حبايبي، اول شي نبدي نصلي على النبي وندخل على الروتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا حبايبي، رح ابدي يومكم بهذا الروتين التحفيزي، ان شاء الله يا رب يعجبكم وتستفادوا من عنده قدر الامكان. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ اني كلش مشتاقة لكم واسفة على التأخير، صارت كم يوم قاعد اخر عليكم الفيديوهات ما انزل، بس منا وهيجي بعد ان شاء الله راح ارجع لكم كل طاقة وحب وياكم ان شاء الله ونشاط، وراح نبدي روتيناتنا الحلوة نرجع لها ان شاء الله. والحمد لله اطمئنيت على اختي والحمد لله والشكر، هسه هي كلش احسن، وبديت ان شاء الله راح ارجع وياكم مثل قبل واحسن ان شاء الله، وما راح انقطع عنكم ابدا اذا الله راد، ومستمرة وياكم حبايبي لان انا ما اقدر انقطع عنكم لان اشتاق لكم هواية. ويلا حبايبي تعالوا لهنا، اذا وحدكم بعدكم ما واصلين لهنا وصلتوا لهنا مو بعدكم ما واصلين وصلتوا لهنا وبعدكم ما خالين اللايك، روحوا خلوا اللايك وكتبوا لي تعليق حلو يثبتون وجودكم يا طيبين. ومليون هلا بالمتابعين الجدد والقديمين، وكل الهلا بيكم. نورتوا قناتي عبارة عن روتينات، فلوقات وكل شي بيها ان شاء الله اقدم لكم جديد. شلونكم يا طيبين؟ ادري بيان قاعدة اتأخر عليكم، بس ولا قاعدة انزلكم على المنتدى ولا هاي، بس تعرفون كانت عندي شوية ظروف، بس منه وهيك ان شاء الله ما عندي كل شي راح ارجع انزلكم هم على المنتدى وبالروتينات ان شاء الله استمر وياكم. وروتينات انتوا اللي تحبوها، يعني هاي مال كراب الزين اللي تعجبكم راح ارجع ان شاء الله، ما اقصر عليكم منا وهيجي. شكرا لكم حبايبي، شكرا على دعواتكم الحلوة إلي، ما قصرتوا، ربي لا يحرمني من يمكم يا طيبين. شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم. بس الفيديو السابق يعني قبل هذا بعد ما منزلته تفاعل بي كلش قليل، يعني ما أعرف راح تزعلوني عنكم، ما أعرف ليش هيك تفاعل كلش قل، يعني أني ما أدري يعني شو أقول لكم، أنتوا أعرف بعد. بس المهم حبايبي، أنتوا إذا تحسون الفيديو يستحق تعليق ولايك ومشاهدة، شي أكيد أنتوا ما راح تقصرون، أدري بيكم. ويلا يا طيبين نبدي روتيننا وياكم. مثل ما قاعد تشوفون خلصنا مواعيننا وراح نغسل السنق مالتنا، وهاي الجلافة بعد راح أذبها لأن صارت عتيقة مثل ما يقول، تستحق بعد تبديل، فراح أجلب بيها السنق والخلاط ونخليه يلمع لمع، وبعدها نكمل الشغل وياكم. طبعا كلش مشتاقة لكم ومشتاقة تعليقاتكم الحلوة، وما مشتاقين السحقاتي حبايبي، ما أدري هالأيام ما تصير عندي سحقات، فهي يعني بالفطرة تصير مو إلا أني أسويها، بس ما أعرف يعني ما قاعدة أصير. جوزاني بالبداية كنت هواي أسحق لأن كنت هستوني شو مثل ما يقول مبتدئة مثل ما يقول، بس هسه لا بعد شوية شوية تعلمت عليكم يمكن بعد ما أسحق يلا حبايبي، مثل ما قاعد تشوفون عوضتكم بأحلى روتين إن شاء الله يا رب تحبوه، وتقومون هيك إذا بردانين ومكسلين تقومون تسوون بيتكم طبعا، والجو يخبل صلوات على النبي دفو، وشموسة كلش حلوة، والحمد لله والشكر يا رب يديمها نعمة علينا وعلى أمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. وهنا جينا همينا اليوم الروتين كله بالمطبخ، ما راح يعني أسوي لكم بغير مكان، بس بالمطبخ لأن المطبخ يحتاج قلت لكم ترتيب شوية وتنظيف الطباخ على المواعين على الكاونتر على هاي السوالف، وانتو أعرف بعد هي أم البيت تعرف شلون تقسم شغلها وشلون تصفي شغلاتها وشلون ترتب نهارها، يعني مثل ما يقول بالترتيبات والتنظيفات، وتعرف اليوم شنو راح أسوي غدا وشنو راح أسوي وشنو ما راح أسوي، يعني لازم واحد يقسم وقته حتى يعرف، لأن النهار كلش قصير يا دوب نلحق. وأني بديت يومي قعدت كالعادة، صلينا الصبح وتريقت وبديت روتيني، عزلت الغرفة الفوق ورتبتها وبدلت ملابسي ونزلت الجو همينة شي أكيد همينة أنا ورقاوي تساعدنا، رقاوي كمشت البيت تنظيف، ويعني كنسته وهيك سوالف ومسح أخشاب، يعني مسح التلفزيون والطبلات وهاي السوالف، وغسل الصحيات شي أكيد هاي يوميا. وأني بلشت بالمطبخ كمشته يعني، شغلت الماطور همينة، صعدت ماي بالتانكي لأن ما أكو شوية،
صعدت همين استغل فرصة، وعندي همين وجبة ملابس همين خليتها بالغسالة. والهدوم ما تخلص طبعا يوميا نغسل هدوم، يعني مدى يلحق علينا شتاء وما ينشفون الهدوم بسرعة، فلازم نستغل الشميسة وشنو نغسل ملابس ونشر حتى نلحق على الشمس مثل ما يقول، بس بيها الملابس شوية تفحفح عليها وتتعقم. واني كمشت المطبخ، عندي الماعين مثل ما شفتوا قدامكم، وعندي اليوم طبخ راح اسوي همينه غدا مثل ما قاعد تشوفون حبايبي. قاعد اجهز بالدجاج. ايش راح اسوي؟ راح اسوي تشريب ماء دجاج وتمن برياني مثل ما قاعد تشوفون. خليت الزيت شويه وقطعت راس بصل وخليت القطع ماء الدجاج، بس انا ورقاوي يعني ما راح اسوي هوايه لان برقاوي بالشغل تعرفون، فاسوي على قدنا، لان من يسوي هواي ما حد بعد ياكله، وبلين ما ياكلون عندي انا تمن ومرق وهاي السوالف. هنا انا خليت نومي بصرة ورق الغار وهيل، وراح اضيف الملح واخليه ينحمس كل زين بحيث تصير لشعة بالجدر من جوا. بين اتاكد انه انحمس الدجاج كل زين، بعدها اضيف المي، وهو المي راح ينطيني هذا اللون الحلو مال شو اسمه السوب. وهنا أنا عندي همين حمص مفرسته اني همين بالفريز، خليتها من شويه كميه قليله لان يعني التشريبه مو كلش هواي فما خليت هوايه. عندي كاس يعني كبار، من اسوي فشي يعني تشريبه اكبر اخلي يعني كميه. هنا أنا جيت همين اطلع التمن والماجي، وهنا أنا باوعت لقيت ما عندي شعريه، طلعت جزداني. راح البس عباتي واروح اجيب شعريه مثل ما قاعد تشوفون. رحت للمحل جبت الشعريه وجيت من يمنا يعني داخل المنطقه قريب. وهسه راح نبدي وياكم نجهز التمن البرياني. هنا أنا ضفنا الشعريه مثل ما قاعد تشوفون بالعلبه مالتها، والزايد راح اضمه همينه من تفرغ انه بالعلبه اضيفه. وهاي هيك حياتي وهيك روتيني قضيته وياكم حبايبي يا طيبين. كلش مشتاقة لكم، مشتاقة لتعليقاتكم الحلوة، تنطيني طاقة إيجابية، وانتو كلكم طاقة إيجابية. ويلا خل أشوف هذا الفيديو راح تصعدوا لي ولا لا. هنا أنا التشريب مالتي راح أديره على ذيش العين الناصية الصغيرة لين بدأ يستوي عندي. وهنا راح أجي أجهز التمن وياكم البرياني، شي أكيد على طريقتي يعني كل من يسوي على طريقته. ضفت الزيت والشعرية، راح أخليها تاخذ لونها الذهبي، وبعدها أضيف شوية بصل نص راس صغير هيك مو هواية، ينطي كلش طعم للبرياني طيب. وراح اخليهم شي اكيد ينحمسون كل زين. وبعدها راح نضيف تمنه اللي وصل لنا هنا اللون اللي اريده مال الشعرية. راح اضيف التمن بعد ما غسلته ونقعته، وهم يعني الماجي دجاج شي اكيد، وهنا بهارات البرياني، وهنا شوية دارسين، وشوية هيك قطرة من الكركم يعني كلش قليلة هيجي، والملح شي اكيد. وحبايبي صار تمن البرياني مالتنا كل جاهز. يعني بقى بس شنو راح اضيف له بوتيتا حشوه لان انا ما عندي جزر وبازليا وهاي السوالف طبعا، ونسيت من رحت للمحل نسيت اجيب وياي، لان رقاو ما تحب هالقد البازليا وهاي السوالف ذي، تحب بس البوتيتا فما جبت يعني. قلت يلا بس الشعريه والبوتيتا يطلع طعمهم كلش طيب. هنا راح ارجع شغلاتنا اللي طلعناها، بهاراتنا وملحنا، حتى يبقى عندنا المطبخ نظيف ومرتب مثل ورد، يعني مثلكم انتو شلون انتو وردايات حلوات. وهنا عندنا تشريب الدجاج بدأ يستوي عندي، بس دا اشوف ملحه ناقص شي او شي، يعني ما بي شي مستوي. فايش راح اسوي هنا؟ راح اطفي عليه. وهنا حسيت نفسي كلش عطشانه، قلت خل اشرب لي قلاص مي. وهنا عندي التمن نشف مي نصيت عليه وخليته يتهدر على العين الناصيه، وصار عندي جاهز. هسه بقى بس شنو اسوي البوتيتا مالته مال البرياني، راح اقطعهم مكعبات صغار، وبعدها راح اقليهم واضيفهم على التمن، وتمني يصير جاهز وغدايا يصير جاهز، وراح نتغدى وياكم يا طيبين. حبايبي اذا اول مرة تشاهدون قناتي وعجبكم محتوى قناتي، يا ريت تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس على الكل، وتخلوا لي لايك وتثبتون وجودكم، وتكتبوا لي انتم من اي محافظة. كلش هذا الشي يسعدني من تكتبوا لي محافظتكم وانتم منين متابعيني. كلش افرح حبايبي. اتمنى ما تقصرون وياي بهاي السوالف حبايب قلبي. وهنا أنا شي اكيد بدينا نحضر، يعني بعد ما راح تستوي البوتيتا طلعت العصير
والعنبة مال الطرشي ذني احنا ما نستغنى عنهن، رقاوي ما تقدر بلا ياهن ولا اني. انتو تعلمتوا علينا على هاي الحبشكلات، لازم نطلعها. طلعت لنا كاسة زينة، حضرت قلاصاتنا وحضرنا عصيرنا. رقية ما تقدر تاكل اذا مو عصير لو بيبسي، اني بالنسبة لي عادي يعني، مو الا اذا موجود يعني عصير او فش. يعني من المشروبات الغازية تركتها، يعني كلش نادر ما اشرب لي قلاص يعني من السنة مرة مثل ما يقول. وهنا أنا تمنى تهدر، وضفت عليه البوتيتا وقلبته وصار عندي جاهز. وتشريبتنا همين جاهزة تخبص، صارت طعمها يجنن. وهنا أنا بديت همين أصب وياكم البرياني مالتنا، صلوات على النبي. استوى وريحته ترست البيت ترس. وهنا أنا رقية تحب الدجاج أقلي لها، فقليت لها قطعة دجاج راح أخليها على التمن همينة، ما تحبه بس بالمرقة مثل أبوها، تحب له لو شوي لو تقلى. فقليت لها حمرت لها همينة وخليت له حمرة. وهنا أنا صبينا عصيرنا وصار غدانا جاهز. اللهم أطعم كل جوعان بحق محمد وآل محمد. يلا حبايبي تعالوا تفضلوا ويانا، راح نتغدى وسهمكم العافية. هنا بدينا همينة شي أكيد رقية ما تاكل إذا ما تشعل التلفزيون على المسلسل أو فيلم أو فشي، يعني ما تستمتع بالأكل. وتعلمتنا وياها إنه همين إحنا نشغل فيلم أو فشي، يلا نتفرج أو مسلسل أو يعني فشي فد برنامج بالتلفزيون، يلا ناكل. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسوني باللايك والاشتراك، وأهم شي تثبتون تعليق، وجودكم تعليق حلو، وممنونة من يومكم. وأتمنى تصعدون هذا الفيديو وتفرحوني حبايبي. ويلا ما بقالي شي أصير 4000 مشترك، يلا شوية شاركوا القناة ويا أصدقائكم ويا أقاربكم ويا حبايبكم حتى نوصل 4000 وتفرحوني. وأني مستحقة فرحة من يومكم حبايبي، لأن أني ما دا أقصر وياكم بكل شي. مثل ما قاعد تشوفون هاي مسلسلتنا سورية، هم يندن نتابعها، كلش حلوة، اسمها ضيعة ضيعة مال الضيعة. كلش يعني مشوقة وحلوة وتضحك كوميدية بنفس الوقت. لهنا أنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم، ولا تنسوني باللايك. ومع مليون سلامة، التقيكم فيديو جديد، باي باي حبايبي.